بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بحضراتكم في آخر مباراة في الجولة الأولى في المرحلة الأولى، ونحن في أمسية أخرى من أماسي ومن أمسيات كرة القدم الكويتية. فأهلا بالجميع عبر الشاشة، منصة شاشة، وعبر ATV ودبي الرياضية، كذلك في هذا المباشر للدوري الكويتي المثير جدا، لأن الكويت عاد للصدارة بعد فوزه بهدف لطه ياسين الخنيسي التونسي، كان في مرمى النصر، وبالتالي نعم، لكن المباراة تنطلق بصورة ممتازة. في البداية الأولى يريد العربي طبعا بعد الفوز الكبير في الليبي انه يسجل هدف التعادل لفريقه. هذه انطلاقه، هذه كره في هذا المكان، والعربي بالفعل مميز في المرتدات، سريع، كره جميله، حلوه 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 من وليد صبار، يعتذر للزملاء. نعم، وليد صبار المغربي. وفي كل مكان في الكويت لا زال الحديث طويلا عن خطيره هذه في هذا المكان. طبعا حمزه خابه في ضربه ركنيه امام ميشيل ميلاد اللاعب الفلسطيني. نعم، وبالتالي اللاعب الفلسطيني ميشيل ميلاد مدرب منتخب البوسنة ايضا الاولمبي، وكانت عنده تجربه ايضا في كاظمه. وضربه ركنيه الان عبد الرحمن الظفيري، ابعاد الكرة الماضيه تعود الى ايوالا، فريق النادي العربي بلونه المعتاد، لونه الاخضر وبارقامه الكبيره جدا، والكره تلعب من عبود وبالراس تهيأ، وبعد ذلك تبعد وتعود كذلك. العربي الان افضل، العربي الان عنده كره عن طريق ايوالا، يفكر في الخطوات، وهذه تسديده سهله 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 سهله، ولكنه في مباراه اليوم يعلم بان الضغوطات تحاصره، لان الكويت انجز مهمته امام النصر وفاز بهدف لطه ياسين الخنيسي، وبلغ الكويت النقطه رقم 20. هذه عبد الرحمن الظفيري، الله على لمساتك يا الله الله الله. شاشة ATV دبي الرياضية، الدوري الكويتي طبعا للمحترفين، دوري زين. هذه نقلة، هذه كرة في هذا المكان تلعب للأمام أيضا باتجاه بندر السلامة وحمزة خابة. نعم، في ضغط على حامل كرة بدر الصانون. العربي في اللحظات الماضية عنده أفضلية، وحكم المباراة يشير لاستمرارية الكرة. طبعا في 8 مباريات هذا رصيد لا شك أنه ليس جيد. هذه محاولة، كرة طالت، تركها أيضا. المباراة في طبعا في شهر ديسمبر، وفي ديسمبر تقابلوا 9 مرات، وشوف عينك في ديسمبر 3 مرات فاز العربي، 3 مرات فاز كاظمة، 3 مرات تعادلوا. هذه محاولة كانت جميلة، لكنها مرت بعد ذلك إلى الضربة الحرة المباشرة. وليد صبار، هذه تبويض القوة طبعا، لأنها ليست على رأس منطقة الجزاء مباشرة، بل هي على مسافة تقريبا 30 متر. الضربة الحرة المباشرة الآن وليد صبار سددها، وخطيرة، ومرة أخرى، والإبعاد أصعب الكرات اللي تضرب في الأرض وتخادع حراس المرمى.
اي نعم، هذه اصعب الكرات على الاطلاق، وبالتالي نعم في الكرة الماضية هذه الكرة نشاهد كاظمة يدافع في ملعبه، ونشاهد ايضا اللون الاخضر يحضر من جانب بندر السلامة. هذا وليد صبار، هذه الفكرة ذكية ما مرت، لا زالت. الله، ضربة جزاء وقع في المحظور مدافع كاظمة. وانا قلت قبل 3 دقائق تقريبا تشعر بان هدف النادي العربي اصبح مسألة وقت يا صغيري. اي نعم، لان الامور واضحة، بالمناسبة الامور واضحة، العربي افضل، العربي افضل، وضربة الجزاء. وفي العربي لا تعرف من اين تاتيك الخطورة، لان المتقدم في الكرة الماضية عيسى وليد. عيسى وليد هذا ظهير ايمن، هذا ظهير ايمن وين موجود؟ موجود وكأنه مهاجم في منطقة جزاء كاظمة. العرقلة موجودة بالمناسبة، هذه ما تبغي فار، وحكم مباراة كان يناظر اللعبة. نعم، وبالتالي نعم وقراره كان سريع، ولدينا ضربة جزاء. ضربة جزاء. شوف، أنا شاهدت العربي في كل مبارياته هذا الموسم، لكن العربي مع داركو، مع البوسني اللي معانا في الصورة، عربي مختلف، عربي مختلف تماما. حمزة خابة هل يسجل 10 أهداف في الدوري ويقترب من أزابات الكولومبي مهاجم النصر اللي عنده 11 هدف، ولا زال لإثارة بقية على مستوى طبعا دوري. الصراع كبير على مستوى الهدافين، الصراع كبير، وحكم المباراة هنا يطالب خابة بعدم تنفيذ ضربة الجزاء إلا بعد أسمع للصافرة. إذا خابة حمزة خابة في البحث عن هدف العاشر في دوري زين بقميص العربي. وبدر الصعنون في مرمى كاظمة. حمزة خابة مهاجم العربي، التقدم، يصدها، المتابعة تهدي العربي، المتابعة تهدي العربي. الهدف الأول من حمزة خابة. حمزة خابة اسمه خابة، لكن ما يخيب توقعات العرباوية. نعم يتقدم، ضربة الجزاء يصدها بدر الصعنون، لكن تجد المتابعة بالراس، المتابعة بالراس. ضربة الجزاء هنا سقط عيسى علي، وبعد ذلك وعيسى وليد عفوا، لكن ضربة الجزاء على مرتين صدها بدر الصعنون. سهلة الثانية في شباك، يتقدم نعم العرب بهدف المباراة الأول، لكن حارس المرمى بدر الصعنون. وربما من المرات القليلة اللي نشاهد العربي الآن أو كاظمة الآن عنده محاولة على مرمى العربي، هذه محاولة خطيرة. الله، لكن تسلل، ومع التسلل سليمان الله الأخطر لكاظمة، وكان تعادل والشوط الأول يلفظ أنفاسه. بندر السلامة كاظمة أن يتعادل والشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة. كاظمة أيضا بديل، وبالتالي تبديل في العربي مع أنه متقدم، وتبديل أيضا في كاظمة الفريق المتأخر في الشوط الأول، وكانت عنده فرصة للتعادل عن طريق الشريدة محلية ما بين دوري وكاس الرابطة، وهنالك أيضا المشاركات الأسيوية. وبالتالي نعم هذا وضع كل الفرق التي يعني عندها محاولة. هذه كرة في هذا المكان في ضربة ركنية، نعم ضربة ركنية، هذا قدر كل الفرق التي تريد دائما أن تكون لها الكلمة. وأن وليد الصبار ضربة ركنية للعربي، تبعد وتعود
من حسن حمدان لجمعة عبود في الكرات الماضية. كاظمة يعتمد على مرتدة في هذا المكان، وتعود الآن لنادي كاظمة بالفعل عن طريق سلطان العنزي، عالية ملعوبة، والكرة مرت لحارس المرمى سليمان عبد الغفور بخسارة واحدة طبعا فريق النادي العربي، وكانت أمام النصر. بينما محاولة، هذه كرة في هذا المكان الخطير، العرضية الآن لا زالت مستمرة، والكرة بعيدة، الكرة بعيدة هنا في الجهة اليسرى. كرة من جانب القلاف تصل لبندر السلامة، لا زالت في أرض الملعب، حلوة من النيجيري إيوالا، يعيش أوقات الله الله الله. العربي يصل بأقل عدد من اللمسات، حقا يكون رجل الجولة وكل الجولات. كرة من ضربة ركنية خطيرة، ومرة أخرى تعود إلى ظفيري، عالية وللأمام بالراس تبعد. العربي في حالة هجوم الآن، والكرة مستمرة، تعود للخلف، يفكر العربي في هدف ثاني. إن فعل ذلك فلربما يقتل المباراة ويصعب عودة كاظمة في مباراة اليوم. ممكن يعود كاظمة 1-0، لا تعني بأن العربي ضمن فوزه. سلطان العنزي في الكرة الماضية، هذا ظفيري، هذه لمسات ظفيري، الله الله الله. كرة نعم، ومحاولة المرور لإيوالا والتسديدة، الله يا بندر، يا سلامة يا بندر، يا نعم بندر السلامة، نعم بداها إيوالا ووصلت بعد ذلك إلى بندر السلامة بهذه الكرة، حطها حلوة حلوة. روح الكويت وانت ممثجل، لأن فعلا أجواء خلاص، لكن أجواء جميلة وفي وطن لا شك أنه هو خير، وفي وطن عاشق ومحب للجميع. كرة في هذا المكان خطيرة، الله الله، هدف عرباوي، هدف عرباوي من البديل علي خلف، علي خلف. نعم، البدلاء يقولون كلمة، اي نعم، الاحتجاج على هذه اللعبة، هذه اللعبة نعم، الاحتجاج على هذه اللعبة، وبالتالي اخذها بعد ذلك حمزة خابر، ارسلها لعلي خلف، سددها بهذه الصورة الذكية وسجل الهدف الثاني. واحتجاج كاظمة الان، انا اعتقد الدفع موجود بالمناسبة، رأيي الشخصي الدفع موجود، اي نعم اي نعم، ممكن بصورة كبيرة بالمناسبة يلغي الهدف. نعم 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 نعم، هذه الدفع موجود، سقط أرضا، ولذلك أعتقد وهذا توقعي الشخصي أنه سيعود وسيلغي الهدف الذي سجله علي خلف. احتفل طبعا العربوية في المدرجات، لكن هذه الإعادة والحكم ذهب للفار وسيعود بعد ذلك، راح يلغي الهدف، راح يلغي الهدف. نعم لغى الهدف، ومدرب العربي طبعا داركو وضع طبيعي جدا، ما يعجب القرار، في المقابل وضع طبيعي جدا في عمل افضل بكثير من جانب كاظمة. هذه محاولة للفريق البرتغالي هنا في الجهة اليمنى، مرور جميل لتعود الآن للنادي العربي، يعتمد على مرتدات عن طريق لاعب نيجيري سريع جدا، ايوالا يتقدم وممكن يسدد، الله حلوة. فودين بوسكوف مدرب صربي، يعني يتذكره هشام الخالصي جيدا لانه كان مدربا مع نادي سامدوريا، وله عبارة. لكن هذه محاولة خطيرة من جانب وليد الصبار. بندر السلامة موجود في قائمة البدلاء بعد ما ترك أرضية الملعب، بعدما غادر أرضية الملعب عفوا. ولدينا ضربة حرة مباشرة عن طريق المغربي وليد الصبار. الصبار كرة الأمام خطيرة لضربة ركنية كانت ممتدة، واعتقد ما لمست اليد اساسا. كرة من ضربة ركنية خطيرة، الله الله
يا عبود، جمعة عبود جاء من بعيد، جاء من بعيد لأن يجعل العربي في الصدارة، جاء من بعيد برأسية قوية في مرمى كاظمة لأن يقدم أحلى هدية قبل نهاية العام الجديد أو العام 2023. عنده هدف في مباراة الخسارة 1-3 في مرمى كاظمة، لكن هذا الأهم، هذا الأجمل، هذا الأحلى، هذا اللي يأمن النتيجة. الآن بدأ المباراة قلب دفاع، تحول ظهير أيمن. عينك 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 عينك، جاء من بعيد، جاء من بعيد ووضع فريق الآن مع الكويت في صدارة دوري زين بهدف ثاني. كرة قوية جدا في الشباك، طبعا تكون الهدف الثاني و2-0 الآن. وصلت إلى جمعة عبود، مرور جميل. شوف ال2-0 لا شك تريحك. جمعة عبود عنده كرة في هذا المكان الآن، عرضية لنادي العربي، العربي تسديدة. الله الله، العرباوية في أجمل أوقاتهم، العرباوية في أجمل أيامهم. نعم بالثلاثة وبالثلاثة اليوم، بالثلاثة أمام الكويت. الشباك نظيفة. هذا العربي سيذهب بعيدا في هذا الموسم. نعم، عربي مخيف، عربي قوي. نايف حميد نعم يسجل من قذيفة بالقدم اليسرى. شوف نايف هنا، صعبة جدا على حارس مرمى بدر الصعنون، وتكون في الشباك. هي عودة العربي. نعم، كرة جميل، الله للأمام، وهدف رابع، هدف رابع، هدف رابع. وعينك على البدلاء، البدلاء في العربي من يدخل لأرض الملعب يسعدك، يفرحك يا عرباوي، حتى لو كان بديل، حتى لو كان شاب صغير. نعم، البديل يوسف ماجد دخل في اللحظات الماضية وانذر في الثواني الأولى، لكنه الآن هذه ما أدري السامبا ولا، لكنه الآن يرقص فرحان ويرقص طربا. التمريرة اللي فيها انفراد ونهاية جميلة. 4-0 لفريق النادي العربي في قمة الجولة التاسعة من دوري زين للمحترفين. كرة جميلة بالفعل من علي خلف. بديل صنعها وبديل انهاها يوسف ماجد اخذها من امام بدر الصعنون، وبعد ذلك عالجها في الشباك. تكون الهدف الرابع، وتكون اشارة قوية جدا على ان العربي يا شالو هنا. نعم، ناوي على امور كبيرة العربي هذا الموسم. انتهت المباراة برباعية. نعم، هدف الشوط الأول. الشوط الثاني اللي فيه تحسن نسبي لكاظمة، لكن 3 أهداف كاملة. ونعم، العربي بعد مباراة الكويت يستمر في نفس النهج، يصل إلى 4 أهداف كاملة في قمة تاريخية عبر التاريخ. طبعا في مباراة اليوم